مجلس إدارة نادي الزمالك المنبطح مجلس حنفي. يعني أنا مش عايز أغلط وماسك لساني عشان انتوا خسارة فيكوا الواحد يشيل ذنب أو حاجة من على أشكال زي حضرتكوا كده. ناس حنفي، انتوا حنفي، مجلس حنفي. يعني أنا مش كنت أتوقع إن في حد هيجي أسوأ وأقذر من مجلس مرتضى منصور. بس طلع فيه، يعني طلع ناس ولا بتفهم، ولا في صفقات، ولا في حتى كرامة. يعني انتوا مش عندكم كرامة، ولا انتوا ولا اللعيبة ولا المدرب ولا الجمهور اللي قاعد عمال يغني لي طول الماتش على الفاضي ده. ما انت مش رايح تغني، انت مش رايح تغني يا بابا، انت رايح تشجع زفت فريق يعر بلد، يعر قارة. انت مش رايح تغني ولا رايح تقلع عليه هدومك وتقلع التيشيرت وترقص. انت مش رايح ترقص. احنا انا اقسم بالله انا مشدود وتعبان وعمال مع كل كوره اتفطط والله سامع الماتش واقف لما ظهري دي. اقسم بالله يعني الواحد رجع من الشغل على طول وقف قدام الشاشه يتفرج على زفت الزمالك. اتعلموا جماهير عايزه تتغير خالص، واقسم بالله انتوا عايزين تتغيروا اساسا. الجماهير والزفت وجمعيه وعموميه ونادي انتوا عايزين تتمسحوا كلها. يعني الجماهير اللي بتروح الاستاد وتقعد تسقف لي دي، وشيكا ايهاب ولا اسمه ايهاب، الجناح اللي نزل ده، ولا الشباب اللي نزلوا دي شباب. اقسم بالله انت عندكم تسلخات، انتوا فرقه. يعني انتوا ما بتجروش. ده النهارده فتوح كان بيجري اكتر من الشباب اللي المفروض عايز يثبت نفسه. المسلوسي بيجري اكتر من الجزيري. ده روق يا مفتريين، كان بيجري اكتر من محمد السيد اللي كان جنبه. يعني انت هتوصل اكتر معاك من كده ايه؟ دي فرقة. يعني فرقة زي المقاولون العرب تاخد منك 4 بونت، تتعادل معك الدور الاول في اخر دقيقة، والنهاردة تفوز عليك 2-1. مع الرأفة انت كنت ممكن تشيل اكتر، بس انت جبت اخركم معايا. اقسم بالله انت كنادي الزمالك ومجلس ادارته ومدربه وحتى الجمهور اللي بيحضر في الاستاد ويقعد يغني لي فرحان بروحه ان هو بيظهر في الشاشات، باين شكله انتوا رايحين تبانوا في الشاشة. ولا انتوا زي جمهور البيراميدز كنتوا رايحين تشجعوا الاهلي؟ انا حاسس ان انتوا بتروحوا كده عشان مبسوطين واخدين وجبة. يعني حد بيطلب منكم ان انتوا تروحوا كده ويقول لك تعالى هنديكوا وجبة، فانت رايح تقضي يوم حلو كده جميل كده. اصلا انت مش تروح كده وتشوف الاداء اللي يجري في ده وتبقى ساكت كده وعاجبك، ده يبقى كارثة. اقسم بالله هتبقى كارثة حقيقية ان انت يبقى عاجبك الاداء ده وقاعد تغني وفرحان بروحك كده. دي تبقى كارثة. لعيبة الزمالك انا كده فقدت الامل فيكو وفي اللي جابوكو وفي اي حد مسؤول عن التعاقدات. يعني انت يا حسين لبيب وحسين السيد واحمد سليمان قاعد دوشونا، احنا بندفع فلوس وجبنا لعيبه. فين اللعيبه؟ عايز اعرف فين اللعيبه. يعني اللي انت جايب موتيابا ده، جايب اسمه ايه الزفت مهاب ده الجناح. فين اللعيبه بتاعته؟ فين فين المهاجم بتاعك؟ انت جبت صفقات ما فيهاش غير محمد شحاتة، عبد الله السعيد بتاريخه، ناصر ماهر شوية فوق وشوية تحت. غير كده مفيش. دافع 30 مليون جنيه في واحد إعارة زياد كمال وما استفدتش منه ب5 جنيه. ما استفدتش منه. انت كده فلوس بتهدر فلوس برضه. ومحمد عاطف تهدر فلوس برضه. انا كنت تجيب لي صفقتين 3 سوبر، مش تجيب ال500 لعيب وتقول لي عملنا 11 صفقة. ودلوقتي لسه كمان في الصفقات جيب لي محمد ممدوح بتاع حرس الحدود من الدرجة التانية. تجيب لي بتفاوض مدافع الجونة، بتفاوض لعيبة اللي هي على جدك كده، على جد مجلس إدارة، مش على جدنا احنا. احنا مش عايزين الحاجات دي.
بن شرقي بيمضي في الوداد، خلاص بتفاوضوا معاه على كل حاجة. الأهلي عمال بيجيب لعيبة سوبر غير اللعيبة اللي عنده السوبر. الأهلي قاعد حسين الشحات بره، وقاعد يعني لعيبة، وديانج مشي وعادي وبيكسب بسهولة سيراميكا كليوباترا وعادي مش في دماغه. انما انت ايه القرف ده؟ انا عايز اعرف مجلس ادارة الزمالك، انت لو مش هتجيب صفقات سوبر تبقى تغور في 60 سلام. مش عايزين اي جرف، عشان هي اصلا وصلت اخرها معانا. اقسم بالله وصلت اخرها. لما يكون ده منظر لعيبة ومنظر ترتيب. قولوا العرب اللي ما فاتش على فرقة اكتر يعني 5 ماتش يفوزوا. قولوا العرب 5 ماتش يفوزوا واخد 4 بونت منك، 4 بونت من الزمالك. يعني انتوا اشكال تجرف. ما هو مش ذنب ان انتوا مش عندكوا دم ولا كرامة ولا احساس ولا مسؤولية، احساس بالمسؤولية. ان انتوا نادي كبير والمفروض تعرفوا المدرب اللي زي حضرتكوا كده في الفئة ان دي نادي الزمالك، في قيمة تسويقية، في كل حاجة بتبان بتيجي معاك بالماتشات ان انت بتقلل من قيمتك التسويقية وقيمة النادي بالتعادلات والخسائر اللي انت عمال سلسلة ماشية مع بعض. يعني الاهلي ماشي سلسلة انتصارات سلسلة انتصارات، وانت سلسلة هزايم وتعادلات. احنا كده عدينا، لا احنا عدينا ال20 تعادل وهزيمة ما شاء الله. 5 بس في عينيكوا يا اهلاوية عشان ما حدش يحسدنا، 5 في عينيكوا عشان ما حدش يحسد الزمن. اوعى. احنا عملنا سلسلة مفيش حد يعملها معاه، ولا انت ولا بيراميدز يقدر يعملها ان شاء الله. الاهلي جاب وسام ابو علي في الصيف، لعيب سوبر ولعيب فايتر وهجام وبيسجل بالهيد، بيسجل بضربات جزاء، بيسجل بيمينه، بيسجل بشماله، بيسجل متحرك. مش بيسجل بس، لا بينزل محطة وبيروح هجام في منطقة الجزاء. ما بيسيبش كورة غيره وبيروح عليها. انت جبت، احنا عندنا ناصر ماهر، يا سلام. ده ناصر منسي، انا نسيت اقسم بالله، انا اصلا مش عايز افتكره. ناصر منسي يا نهار ابيض. لا احنا عندنا ناصر منسي وسامسون جالاكسي. خلص نبيع اسامه فيصل. هي جارفة بقى وشو اللعيب يعني كويس شوية. لا ما عندنا سامسون وعندنا ناصر منسي اللي منسي. خلاص مش مشكلة بقى، هنتوجع دماغنا ليه بقى؟ انت المهم ان انت اخدت سبوبة 15 مليون في اللعيب مستقبل، كان ممكن يطلع منه حاجة كويسة زي مصطفى محمد، رحت بعته. دلوقتي هو مهاجم المنتخب الأساسي. عشان نستنى ناصر منسي، نستنى سامسون اكينولا لما يحن عليكم ويعطف عليكم ويرجع من بلده. انا بقول ان المجلس ده فاشل وما عادش ليه اي دعم مني، ومحدش يقول لي استنى السنه الجايه والصفقات وما نشوف. المجلس ده مش ليه اي حاجه مبشره. مجلس شكله هيكون معانا هيئه نادي الزمالك، عشان هو مش ليهم اي حاجه. يعني محمود البنا اللي هما رجعوه، اللي انسحبوا من ماتش الاهلي ورجعوه ده، دلوقتي بعد شهرين او اقل من شهر ونص، دلوقتي بيرجع يلعب لك بيلعب ببرود وضيع في الوقت وعادي ولا في دماغ، وانت بارد. لا مدرب بارد، نادي بارد، اصلا المجلس الاداره بارد، مش فيه خالص اي كرامه ولا احساس بالمسؤوليه، ولا في حتى جواب اعتراض ان انت مش عايز محمود زفت. مدرب بارد عبد الواحد السيد، مفيش كرامه خالص، مش عارف، مش قادر يتكلم ولا يتنفس معاه. جماهير عماله تهتف وتغني وراحه شكلها زي ما قلت كده. في حاجه غلط، هو في حاجه غلط، واقسم بالله في حاجه غلط. والواحد خلاص وصل معاكوا لنهاية. ما انا مش الواحد يبقى جرفان طول اليوم ويجوا انتوا كمان تكملوا على الوضع. حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا كلكم. ولا خطة ولا انا مفيش ولا، يعني انا عايز اجيب لكم دلوقتي حاجة مثلا اتكلم عليها. زمان كان بيعمل هجمة، بيعمل في تكتيك كده معين، الكرة بتطلع من تحت. مفيش انا نص الملعب ده مفيش ولا واحد بينزل يستلم، مفيش واحد بيطلع.
محمد السيد ده اللي بيلعب مع رؤى كان مغطى عليه وواكله مش مبينه خالص يعني. تخيل يعني لعيب شباب المفروض ان هو صاعد وهينزل يقطع الدنيا بقى عشان يثبت نفسه. محدش يقول ان لعيبه الشباب كتر لعيبه الشباب بيدمرهم وبيحرقهم، لا مش بيعمل كده، اقسم بالله ما بيعمل كده. لانك عندك حماس، بتبان حماس من لمسه واحده كده، بتبان ان انت لعيب كوره. يعني احمد رفاعي برغم اخطائه ديت بس باين ان هو مساك كويس برضو. محمد مجدي المساك التاني برضو، الحارس باين. غير كده افحر ورد مع الفرقة دي كلها لو عايز يبقى عندك فريق ومش تشيل سكور من الاهلي. انا بقول لك اهو، الفرقة ديت هتشيل سكور من الاهلي في السوبر الافريقي. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وده اخر كلامي. فضلا وليس امر، لاول مرة يشوفني يا ريت تشترك في القناة، اشترك في القناة باللايك الجميل، وقول لي رايك في مباراة الزمالك والمقاولون ومباراة حسم الدوري الاهلي وسيراميكا، لان كده الاهلي حسم الدوري خلاص. ما فيش ده اقوى فرقة كانت هتلعب الاهلي، خلاص كده اتحسم الدوري. مش عارف اقول ليه. يلا سلام.